حبايبنا في اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد مجدي، مدرس فلسفه وعلم نفس. ان شاء الله النهارده هعمل لك مراجعه عالميه بمعنى الكلمه، هنشرح فيها المنهج كله، الفلسفه كلها في حصه واحده بس. مش عايزك تشيل هم حاجه، احنا معاك لحد الاخر. يلا كوبايه الشاي بتاعتك الجميله وندخل في الشرح. الدرس الاول عندك اسمه فلسفه البيئه. في الاول كده بنتكلم عن مراحل البيئه. عندك كم مرحله؟ عندي 5 مراحل. اول مرحله اسمها التقديس والتأليه. التقديس والتأليه. طب يعني ايه اصلا كلمه تقديس وتأليه؟ كلمه تقديس دي ظهرت عند الانسان البدائي. الانسان زمان كانوا بيسموه الانسان البدائي، زي مثلا المصريين القدماء. الانسان البدائي كان بيعمل ايه يا مستر؟ كان بيعبد الطبيعه، عباده البيئه واتخاذ الالهه، وكان عنده الهه. زمان ما كانش في دين اسلامي ولا دين مسيحي ولا دين يهودي. قبل ظهور الاديان كان الانسان بيعبد البيئه. اول ما ظهر الانسان كان بيعبد الشمس، كان بيعبد القمر، كان بيعبد نهر النيل. لو انت تفتكر مثلا زمان المصريين القدماء كانوا بيعبدوا نهر النيل. عشان كده المرحله دي سموها التقديس والتأليه. رقم 2 اسمها التفسير والتوظيف. مرحله التفسير والتوظيف. يعني ايه كلمه تفسير اصلا وتوظيف؟ عايز اقول لك ان هي بدات مع الحضاره اليونانيه. اليونان اللي هي فلاسفه اليونان. فلاسفه اليونان سقراط وافلاطون وارسطو هم اعظم فلاسفه اليونان. في الفتره دي الانسان ابتدى ان هو يفكر، عايز يفهم البيئه، عايز يفسر البيئه. فرقم 2 بيقول لك ان هي مرحله فهم البيئه. عايزين نفهم البيئه. تفهم البيئه ازاي؟ سقراط قعد يفكر، هو ايه اصل الكون؟ هو ليه الشمس موجوده؟ هي ايه وظيفه النجوم؟ فهو عايز يفهم البيئه اكتر. كمان بيتكلم عن اصل الكون. كل فيلسوف بيفكر في الكون، عايز يبحث ويدور عن الكون. يقول لك مثلا اصل الكون هو الميه، اصل الكون هو الهواء. فهو كده في مرحله التفسير والتوظيف ان هو بيفكر في البيئه. المرحله الثالثه تعالى بقى نستغل البيئه. المرحله الثالثه مرحله الاستغلال والسيطره. بدات امتى المرحله دي؟ مع ظهور العصر الحديث. ظهور العصر الحديث اللي هي التكنولوجيا الحديثه. حصل ايه؟ الانسان ابتدى ان هو يستفيد من البيئه، بس خلي بالك هيستفيد منها بدون ضرر، بدون ما يأذيها، بدون ما يضرها. يبقى المرحله دي الانسان عايز بس يستفيد من البيئه. هستفيد من البيئه ازاي؟ الارض قدامك، ازرع فيها براحتك واستفيد منها. هستفيد من البيئه ازاي؟ البحر قدامك، طلع منه سمك براحتك. الصحراء قدامك، طلع منها معادن وبترول براحتك. يبقى انت هنا بتستفيد من البيئه. طيب ايه الفرق بين مرحله التفسير والتوظيف ومرحله الاستغلال والسيطره؟ فكر معايا كده يلا. ايه الفرق بين مرحله التفسير والتوظيف ومرحله الاستغلال والسيطره؟ في التفسير والتوظيف انا بفكر وعايز افهم البيئه كويس. اما في الاستغلال تعالى بقى نستفيد منها. كأني عايز اقول لك مثلا القلم ده، تعال نفكر في القلم ده مثلا. القلم ده مصنوع من الخشب، مصنوع من المعدن. دي اسمها تفسير وتوظيف، ان انا فهمت ان القلم مصنوع من الخشب. طيب تعال بقى نستغله ازاي في الشغل بتاعنا مثلا. هنكتب بيه على السبوره، يبقى انا بستفيد منه. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان التفسير والتوظيف انا عايز افهم البيئه. اما الاستغلال تعال بقى نستفيد منها. القهر والاستبداد، وهي مرحله التقدم العلمي المبهر. حصل فيها تقدم علمي كبير جدا. ايه اللي حصل يا مستر؟ قال الانسان ابتدى يدمر في البيئه. الانسان هيبوظ البيئه، تدمير البيئه الطبيعيه، تهديد الكائنات الحيه. اقتل بقى كل الحيوانات، قطع كل الشجر، احرق الغابات، اعمل كل حاجه وحشه في البيئه. الانسان بيدمر البيئه. دي القهر والاستبداد. طب اخر مرحله اسمها ايه؟ اسمها الاحترام والصون. هيرجع الانسان يحس بغلطه ويرجع يحترم البيئه، هيحافظ عليها. في الوقت الحالي ابتدى الانسان يحافظ على البيئه. في الوقت الحالي اللي هو 2025 الانسان بيفكر دايما ان هو يحافظ على البيئه. تعال نعمل قوانين. اي حد يرمي زباله في نهر النيل يدفع غرامه. اي حد مثلا يبني على اراضي زراعيه يتحاسب، يبقى في سجن. يبقى معنى كده انت عملت قوانين لحمايه البيئه. الخصهم لك بسرعه كده. انا اول ما دخلت في البيئه لقيت مثلا الشمس، فاقول لك ده الاله بتاعي. لقيت القمر، فاقول لك ده الاله بتاعي. يبقى اسمها تقديس وتأليه. طب بعد كده ابتديت افكر، هي ايه وظيفه الشمس؟ هي ايه وظيفه القمر؟ هو ليه الكواكب موجوده؟ يبقى اسمها تفسير وتوظيف، بيفكر. طب رقم 3 تعالى بقى نستغل نهر النيل، نستغل الاراضي الزراعيه، نستغل النبات، نستغل الحيوان. يبقى اسمها استغلال وسيطره. طب رقم 4 تعالى بقى ندمر كل حاجه. هندمر كل حاجه، زي مثلا قتل الحيوانات، زي مثلا قطع الشجر، زي تجريف التربه. دي اسمها قهر واستبداد. طب اخر حاجه هنرجع تاني نحافظ على البيئه، يبقى اسمها احترام وصون. كده خلصنا الجزئيه دي. هندخل في الجزئيه الجديده اللي هي الحضاره المصريه. هكلمك شويه عن المصريين القدماء. تعال نتكلم كده عن كتاب اسمه كتاب الموتى، وهو الذي يظهر فيه
مدى حرص المصري القديم الحفاظ على البيئة. المصري زمان كان بيحافظ على البيئة، كان بيحافظ على الشجر، وكان بيحافظ على الحيوان، وكان بيحافظ على المية، كان بيحافظ على كل حاجة في البيئة. طب رقم 2، في تعويذة عنده اسمها تعويذة إعلان البراءة. تعويذة اسمها إعلان البراءة. إيه تعويذة إعلان البراءة دي؟ كان بيقف قدام الإله العظيم اللي هو أوزوريس. كان زمان المصري القديم بيقف قدام الإله أوزوريس عشان يتحاسب، فيقول له تعالى يا إنسان، أنت كنت ما بتحافظش على البيئة. يقول له أنا بريء، أنا مظلوم، أنا ما كنتش بعمل أي حاجة وحشة في البيئة، ما كنتش بقطع الشجر، ما كنتش بحرق الغابات، ما كنتش بصطاد السمك، ما كنتش بعمل أي حاجة وحشة في البيئة. عشان كده سموها تعويذة إعلان البراءة. طب رقم 3 اسمها تقديس مظاهر الطبيعة. تعالى بقى نقدس مظاهر الطبيعة. يعني ايه كلمة تقديس؟ زي ما قلت لك قبل كده، عبادة. ان هو بيعبد الطبيعة، بيعبد الشمس، بيعبد القمر، بيعبد الكواكب، بيعبد النجوم. كان دايما بيعبد الطبيعة. طب رقم 4، تقديس نهر النيل. تقديس نهر النيل، زي ما قلت لك قبل كده ان هم كانوا بيعبدوا نهر النيل. كانوا حتى بيختاروا اجمل بنت في المدينة كلها عشان يرموها عروسة للنيل او قربان للنيل. كده خلصنا الحضارة المصرية القديمة. تعال نتكلم عن فلاسفة البيئة. مين هم فلاسفة البيئة؟ عندك 4 فلاسفة مهمين جدا، وده سؤال امتحان. ده سؤال امتحان هيجي لك واحد منهم. 4 فلاسفة مهمين. أول فيلسوف اسمه ابن رضوان، علي ابن رضوان. الثاني اسمه ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون. رقم 3 ألديوبولد. رقم 4 هانز يوناس. مين هو ابن رضوان؟ ده كان فيلسوف وطبيب مصري، كان دكتور مصري، كان ليه علاقة بالطب. عشان كده دايما بيكلمك عن تأثير البيئة على صحة الإنسان. إزاي ممكن البيئة تأثر على صحة الإنسان؟ فهو بيكلمك عن إيه؟ عن تأثير البيئة على صحة الإنسان. وأنت لو عايش في بيئة مثلا مش كويسة، تشرب مية ملوثة، بتشم هواء مش نقي، هيحصل إيه؟ هيجي لك أمراض. يبقى معنى كده لو أنا عايش في بيئة مش كويسة هيجي لي أمراض، صحتي هتبقى تعبانة خالص. زي الناس اللي عايشة في حلوان. حلوان دي أكبر منطقة صناعية، منطقة فيها دخان وفيها مصانع كتير قوي، فعشان كده الناس دي تعبانين وعندهم أمراض كتير. يبقى معنى كده البيئة بتأثر على صحة الإنسان. طب رقم 2 ابن خلدون. ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع. هو مؤسس علم الاجتماع. بيقول ابن خلدون اتكلم عن العادات والتقاليد. دايما هيكلمك في السؤال عن العادات والتقاليد. يكلمك عن عادات اهل البدو، يقول لك ان هم مثلا عايشين في خيم او بيشتغلوا في حرفة الرعي او مثلا بيلبسوا لبس معين. يبقى ده ابن خلدون. ابن خلدون دايما هيكلمك عن العادات والتقاليد. ألديوبولد اتكلم عن فلسفة اسمها اخلاق الارض. اخلاق الارض يعني لازم نحافظ على كل حاجة في الارض. احافظ على المية، احافظ على الهواء، على التربة، على النبات، على الحيوان، على كل حاجة في الارض. وخلي بالك يا انسان، انت مش سيد الارض. اوعى تفكر نفسك ان انت سيد الارض. اوعى تفكر نفسك ان انت مالك الارض. الارض دي مش ملكك، الارض دي مش بتاعتك. امال انت ايه؟ انت مجرد عضو عادي. يعني ايه عضو عادي؟ زيك زي اي حد. انت زيك زي الحيوان، ما تزعلش مني يعني، بس انت زيك زي الحيوان بالظبط. انت زيك زي النبات. يبقى ألديوبولد بيتكلم وبيقول للانسان يا انسان انت لازم تحافظ على كل حاجه في الارض، لان الارض دي مش بتاعتك، انت زيك زي اي حد فيها. هانز يوناس بيتكلم عن الاجيال القادمه. انا عايز احافظ على الاجيال القادمه، حافظ على البيئه عشان الاجيال القادمه. الاجيال القادمه اللي هم اولادنا اللي جايين كمان 10 سنين مثلا، لازم يجوا يلاقوا بيئه كويسه يقدروا ان هم يعيشوا فيها. زي كان في ملك زمان اسمه الملك فاروق، لما اكتشف منجم ذهب مليان ذهب، فقالوا له تعالى عشان تفتح المنجم وناخد ذهب ونعيش حياتنا. قال لهم لا، ان هذا المنجم من حق الاجيال القادمه. المنجم ده من حق الاجيال القادمه. كان دايما بيفكر في المستقبل، كان دايما بيفكر في الاجيال القادمه. ده هانز يوناس. خلصنا الدرس الاول وندخل مع بعض على الدرس الثاني. اسمه ايه بقى الدرس الثاني؟ اسمه الاخلاق الطبيه. عارف ان انت عندك مشكله في الدرس ده، ولكن ان شاء الله بعد الحصه دي الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لك. تعال نتكلم كده عن الاخلاق الطبيه، وهي رقم 1 اخلاق العياده. هيكلمك عن ايه في اخلاق العياده؟ علاقة الطبيب بالمريض. الأخلاق اللي بتخص علاقة الطبيب بالمريض. لازم الدكتور يتعامل باحترام مع المريض. دي أخلاقيات لازم الدكتور يلتزم بيها. الدكتور مثلا يتعامل باحترام، يحترم المريض، يحافظ على أسرار المريض، حفظ أسرار المريض. أخلاق العيادة عارف زي مين؟ زي الدكتور مجدي يعقوب بالظبط. دكتور جميل جدا، بيحترم الناس كلها، بيضحك في وش الناس. يبقى معنى كده دي اسمها أخلاق العيادة، إن الدكتور لازم يحترم المريض ولازم يحافظ على أسرار المريض. البحث العلمي وهو عمل تجارب على المريض. تعالى نعمل عليك تجربه. ايه رايك مثلا دلوقتي هجيبك ونجرب عليك دواء جديد، لسه عاملين دواء جديد عايزين نجربه على مريض.
فبجيب مريض واقول له تعالى اشرب الدواء ده ونشوف تاثيره على المرض اللي عندك. يبقى دي اسمها اخلاق البحث العلمي، ان انا بعمل تجربه على المريض، ان انا بعمل دراسه علميه، ان انا عملت دواء جديد. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه بحث علمي. بعمل تجربه على المريض، بعمل دراسه علميه. يبقى في دراسه علميه مثلا يقول لك ان احنا عملنا علاج لمرض السرطان وعايزين نجربه، عملنا علاج لمرض السكر عايزين نجربه، يبقى اسمها بحث علمي. السياسه الصحيه، السياسه الصحيه اللي هي وزاره الصحه. وزاره الصحه بتعمل ايه؟ وزاره الصحه بتحط تشريعات وقوانين، وضع تشريعات وقوانين وتنفيذ اجراءات لازمه، وتنفيذ الاجراءات اللازمه. وزاره الصحه هتعمل ايه؟ هتعمل تامين صحي لكل الناس، يبقى اسمها ايه؟ اسمها سياسه صحيه. زي مثلا دلوقتي عملت لك حمله اسمها 100 مليون صحه، اسمها سياسه صحيه. خلصنا الجزئيه دي، ندخل على المشكلات الطبيه. في مشاكل طبيه زي ايه بقى؟ زي مشكله زرع الاعضاء. تعال نخطف عيل صغير وناخد منه الكليه، ناخد منه الكبد، ناخد منه القرنيه، دي اسمها زرع اعضاء. بس في حاله المتبرع الحي. المتبرع هنا شخص حي، بنخطف العيال الصغيره عشان ناخد منهم اعضاء. طيب رقم 2، زرع اعضاء في حاله متبرع ميت. هو ممكن يا مستر انسان ميت ناخد منه اعضائه؟ لو لسه حالا ميت ممكن ناخد منه الاعضاء بتاعته، ممكن ناخد منه الكليه، ناخد منه الكبد ونزرعهم في شخص تاني. يبقى معنى كده انت انقذت حياه شخص تاني. عشان كده قال لك زرع اعضاء، انتزاع الاعضاء الصالحه للزرع من الاموات. باخد الاعضاء الصالحه من الاموات زي مثلا الكليه او الكبد او القرنيه وانقلها لشخص تاني. عندي كمان حاجه اسمها الموت الرحيم، وهي القضاء على حياه شخص مصاب بمرض خطير او دخل فيه غيبوبه. هو دخل في غيبوبه خلاص وميؤوس منه، مش هيخف خلاص. هنعمل ايه؟ احنا ممكن نشيل الاجهزه، نفصل الاجهزه. يبقى انت كده عملت الموت الرحيم. الموت الرحيم ان شخص مثلا مريض بالسرطان او مريض بمرض صعب جدا ملهوش علاج. هنعمل ايه؟ خلاص احنا ممكن نديله حقنه عشان يموت، عشان يرتاح. يبقى ده اسمه موت الرحيم. قيمه الحياه هي الحفاظ على حياه كل الناس دون تمييز، معناه ان مفيش فرق بين غني وفقير. ده لازم يتعالج وده كمان برضه لازم يتعالج. مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، ده لازم يتعالج وده برضه لازم يتعالج. يبقى انت لازم تحافظ على كل الناس من غير ما تميز، من غير ما تقول مثلا ان الغني احسن من الفقير او المسلم افضل. لا لا، مفيش الكلام ده خالص. احنا بنحافظ على حياه كل الناس. كلمه عناصر الموافقه المستنيره معناها ان انا اخد موافقه المريض، ان انا لازم اخد راي المريض. اسمها عناصر الموافقه المستنيره. كلمه افصاح معناها اخبار المريض بالمعلومات. لازم اقعد اتكلم مع المريض واقول له كل المعلومات اللي هو عايز يعرفها. طب رقم 2 الفهم ان هو يدرك المعلومات، يعني يفهم المعلومات دي كويس. زي مثلا دلوقتي انا شرحت لك كلام على السبوره، انت فهمت الكلام ده، كده اسمه فهم، ان انا فاهم الكلام اللي انت بتشرحه. طب رقم 3 الاهليه. وكلمه اهليه ان الشخص ده لازم يكون انسان مؤهل. يعني ايه كلمه مؤهل؟ حاجتين، لازم يكون عاقل وكبير في السن. لازم يكون شخص عاقل وشخص كبير في السن، بنسميها اهليه. طب لو هو مستر مش مؤهل، ايه اللي بيحصل؟ انا مثلا دلوقتي جالي طفل صغير قال لي مستر انا مش عايز اعمل عمليه، فقلت له خلاص يا حبيبي روح مش هعمل لك عمليه، والطفل ده حصل كارثه، الطفل ده مات بعد كده. مين اللي يتحاسب؟ الدكتور. لان انت ايه اللي خلاك تسمع كلام ده عيل صغير؟ ايه اللي خلاك تسمع كلام عيل صغير؟ يبقى معنى كده ايه؟ ان الشخص ده مش مؤهل ياخد قرار. جالي واحد متخلف عقليا وقال لي مش عايز اعمل عمليه وانا سمعت كلام. لا، انت برضو تتحاسب. ليه؟ لان الشخص ده مش مؤهل ياخد قرار. يبقى يمنع الاطفال والمتخلفين عقليا من اتخاذ القرار. ما ينفعش تاخد قرار. الطوعية هي حق المريض في اتخاذ القرار بدون اي ضغوط. انا جاي لك وجاي اعمل عملية، خلاص انا خدت القرار من غير ما حد يأثر عليك، انت جاي بارادتك. يبقى دي اسمها طوعية، ان انا رايح بمزاجي، رايح بارادتي. طب الموافقة في الاخر خالص بقى لازم يمضي ان هو موافق، امضاء كتابي. اكتب بقى ان انت موافق تعمل عملية، جيب لك ورقه كده ويقول لك امضي اسمك هنا عشان تدخل تعمل العمليه. يبقى ده اسمه اسمها الموافقه. اخر حاجه اسمها المعايير الطبيه، ودي مجموعه قواعد لازم يلتزم بيها الطبيب. زي ايه مثلا؟ رقم 1 المنفعه، وهي مساعده المريض وتقديم العلاج له. ان انت تحاول تساعده، انت كدكتور لازم تساعد المريض باي طريقه، لازم تنقذ حياته. جالي واحد مثلا عامل حادثه وجسمه متكسر، احاول انقذ حياته، احاول اساعده. يبقى دي اسمها المنفعه. طب رقم 2 عدم الحاق الاذى. اوعى تاذي المريض سواء عمدا او نتيجه للاهمال. انت ممكن تاذيه متعمد، طبعا، ان انت مثلا تسرق منه الكليه بتاعته، انت كده اذيته متعمد. وممكن تاذيه نتيجه للاهمال، ان انت شخص مهمل، كشفت على المريض مثلا وكتبت له دواء غلط، كتبت له حقنه غلط، يبقى معنى كده ان انت اذيته عشان انت مهمل. كلمه استقلال معناها حق المريض في اتخاذ القرار. انت صاحب القرار. صاحب القرار يعني مثلا دلوقتي الدكتور بيقول لك انت عايز تعمل عمليه ولا تمشي على الادويه، انت براحتك بقى، انت اللي بتختار في الاخر. يبقى دي اسمها استقلال.
والاستقلال ان المريض هو صاحب القرار. المساواه والعدل ان انا عامل كل الناس زي بعض، مفيش فرق بين غني وفقير. ما ينفعش اقول لك مثلا عشان ده غني يتعالج وده فقير ملوش اي لازمه، لا، لازم تعامل الناس كلها زي بعض. هندخل على الدرس الثالث اللي هو اخلاق المهنه. مستر، يعني كلمه اخلاق المهنه؟ المهنه دي مثلا زي مهنه المدرس او مهنه الدكتور او مهنه المحامي، كل واحد في شغله لازم يكون عنده اخلاق. انا مثلا كمدرس لازم يكون عندي اخلاق، لازم احترم الطالب، ما ينفعش ان انا اشتمه، ما ينفعش ان انا اسب بالدين في الحصه، الكلام ده ما ينفعش خالص، لا، انت لازم تكون انسان محترم. تعال نتكلم كده عن فوائد المواثيق المهنيه. كلمه مواثيق معناها قواعد، معناها اخلاق المهنه. في قواعد لازم تلتزم بيها، عندي قواعد لازم التزم بيها. لو انا التزمت بيها ايه اللي يحصل؟ الصوره الايجابيه. تخيل معايا مثلا انت رايح عند مدرس والمدرس ده شرحه جميل جدا وانسان ملتزم وانسان محترم، هتاخد عنه فكره كويسه ولا فكره وحشه؟ فكره كويسه، يبقى معنى كده اسمها الصوره الايجابيه. وكلمه الصوره الايجابيه ان انا خدت عنك فكره كويسه، دخلت مكان مثلا، دخلت مطعم او دخلت كافيه، الكافيه ده شكله جميل جدا والديكور فيه تحفه والناس اللي شغاله هناك بيتعاملوا باحترام والاكل طعمه جميل، يبقى معنى كده هتاخد عنه فكره كويسه ولا فكره وحشه؟ هاخد عنه فكره كويسه، يبقى دي اسمها صوره ايجابيه. كلمه الالتزام بالمسؤوليه القانونيه ان انت لازم تكون ملتزم قدام القانون، يعني لازم تمشي بالقانون. انا مثلا دلوقتي فتحت محل، لازم اعمل تراخيص واعمل ورق بتاعي وكله يبقى تمام. ما ينفعش مثلا اعمل افتح مشروع والمشروع ده ما فيهوش ترخيص، ما فيهوش ورق، اكيد هتحبس، اكيد مثلا ممكن المشروع ده يتقفل. يبقى انت لازم تمشي بالقانون. هديك مثال بسيط جدا. شركه سامسونج في سنه من السنين انتجت 200,000 موبايل، كلهم كان فيهم عيوب، التاتش مش شغال. حصل ايه؟ الناس راحت رفعوا قضيه على الشركه والشركه ساعتها خسرت فلوس كتير جدا. يبقى معنى كده لازم تمشي وتلتزم بالقانون. رقم 3 اسمها تحسين الاداء. لو انت انسان ملتزم ده يؤدي الى تحسين الاداء. ودايما هنا بيكلمك عن العمال، دايما في السؤال هتلاقيه بيكلمك عن العمال. يعني ايه العمال؟ انا مثلا دلوقتي عندي عمال وهم ادائهم مش احسن حاجه، طب نعمل ايه؟ عايزين نرفع مستواهم، نعمل ايه؟ ممكن نعمل لهم كورسات، نعمل لهم دورات تدريبيه. زي انت مثلا كطالب، انا شايف مثلا ان انا مستواي مش قد كده في الانجليزي، بروح اخد كورس في الانجليزي، يبقى ده اسمه تحسين الاداء، ان انا بحسن من مستواي، بعلي مستواي. رقم 4 اسمها الاستخدام الامثل للموارد. هنا بيكلمك عن المنتجات، ان انت لازم الانتاج بتاعك يكون كويس جدا. يعني لما تيجي مثلا تنتج قميص، تنتج بنطلون، تنتج تيشيرت زي ده مثلا، ما فيهوش عيوب، ما ينفعش حاجه مقطعه، حاجه متبهدله، لا، انتج حاجه كويسه جدا على اعلى مستوى. يبقى لما يكلمك عن العمال هختار تحسين الاداء، لما يكلمك عن المنتجات هختار الاستخدام الامثل للموارد. اكلمك عن دور الفلسفه. الفيلسوف بيعمل ايه؟ الفيلسوف رقم 1 بيحلل الواقع الثقافي. حلل الواقع الثقافي يعني بيشوف الواقع. كلمه تحليل الواقع الثقافي معناه ان انا اشوف ثقافه المجتمع، اشوف العادات واشوف التقاليد. يعني مثلا دلوقتي عايش في المجتمع المصري، ما ينفعش اقول لك لبس الدكتوره جيبه قصيره، استحاله الكلام ده يحصل عندنا. يبقى معنى كده ان انت عارف الواقع، عارف معلومات عن المجتمع بتاعك، عارف العادات والتقاليد بتاعتك. فعشان انا مثلا دكتور شغال في القريه اقول لك الكشف هناك 500 جنيه، لا، الكشف كده عالي جدا بالنسبه لهم، الناس هناك غلبانه وناس بسيطه، ما ينفعش الكشف يكون عالي كده. فانت كفيلسوف من الاول خالص لازم تحلل الواقع الثقافي. طب بعد ما حللت الواقع الثقافي تعالى بقى نحدد الاسس والقواعد، ولازم تبقى اسس وقواعد محدده. كل مهنه ليها اسس وليها قواعد. انا كمدرس ليا اسس وقواعد لازم التزم بيها. ان انت مثلا تبقى انسان محترم، تراعي ربنا في شغلك، ما ينفعش مثلا ان انت تشتم الطالب او تشتم ولي الامر، لا، تعامل ولي الامر باحترام. عندي رقم 2 تحديد الاسس والقواعد المحدده. في اسس وقواعد محدده لكل مهنه، دي اللي بيحطها الفيلسوف. حطيت اسس مثلا لمهنه المدرس، المدرس لازم يلتزم بكذا وكذا وكذا. الدكتور برضو نفس الكلام، لازم يلتزم بكذا وكذا وكذا. دي اسمها قواعد محدده لكل مهنه. طب بعد ما احط القواعد دي ايه اللي بيحصل؟ قال لي بعد كده وضع ميثاق. كلمه ميثاق معناها قانون. فتلاقي مثلا الدكتور يطلع يقول القسم، يقول لك اقسم بالله العظيم انا احترم المريض وان احافظ على اسرار المريض وان احقق المنفعه للمريض. يبقى معنى كده هو بيقول الميثاق اللي هو القسم بتاعه. اخر حاجه الالتزام بالسلوك الاداري. كلمه الالتزام بالسلوك الاداري معناها ان انت لازم تلتزم بكل حاجه. مش انت قلت ان انت تحترم المريض، يبقى لازم تكون قد كلام، لازم احترم المريض فعلا ولازم اطبق الكلام اللي انا قلته في الواقع. يبقى ممكن نقول ان الحته دي معناها التطبيق. الكلام اللي انا قلته لازم اطبقه في الواقع، لازم انفذه على ارض الواقع. انت مثلا قلت ان انت تحترم المريض، يبقى لازم تكون قد كلامك وفعلا تحترم المريض. زي مثلا دلوقتي انا قلت لك ان انا هبدا مذاكره من بكره، مش انت قلت الكلام ده، لازم بقى تلتزم بيه وتطبقه فعلا. ده اسمه الالتزام بالسلوك الاداري. قيم اخلاق المهنه هم 7 قيم. اول حاجه اسمها الامانه والنزاهه. كلمه امانه ونزاهه معناها ان انت تراعي ربنا في شغلك، ان انت يكون عندك ضمير. زي مثلا ما ينفعش ان انت تكون موظف شغال في شركه وتاخد رشوه او تسرق من خزنه الشركه، لا، انت لازم تكون انسان ملتزم عندك امانه. طب رقم 2 احترام البعد الانساني. وكلمه بعد انساني اكتب جنبها كده مشاعر.
ان انا مثلا دلوقتي كمدرس لازم احترم مشاعر الطالب اللي عندي. ما ينفعش مثلا ان انا اهزقه او احرجه قدام زمايله. واحد مثلا ما جابش فلوس الشهر، اطلع بره روح جيب فلوس الشهر. لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ ده عنده مشاعر، عنده كرامه، لازم تحترم كرامه الطالب اللي عندك. ضمان حريه التعبير. ضمان حريه التعبير دي بتكلم عن العمال. انا مثلا كمدير مش رايي بس هو اللي يمشي، لا، لازم تاخد راي العمال اللي عندك، لازم تاخد راي الموظفين اللي عندك. اجمع الموظفين اقول لهم ايه رايكم يا جماعه؟ نعمل كده ولا نعمل كده؟ طب نمشي ازاي في خطه العمل اللي جايه؟ يبقى انا معنى كده لازم اخد رايهم، اخليهم يشتركوا معايا. كلمه استقلال ذاتي معناها ان انا اخلي لو في مثلا موظف عندي اخليه يبدع واخليه يفكر دايما. يعني احنا عندنا مشكله في الشغل، طب ايه رايك نعمل ايه في المشكله دي؟ واخليه يقول رايه وخليه يبدع وخليه يطلع افكار جديده. كلمه الطاعه والمسؤوليه ان انت كموظف عندك شغل لازم تخلصه، فاقول لك مثلا خلصت الورق ده النهارده، اقعد مثلا اكتب لي التقرير ده. يبقى انت دي اسمها طاعه ومسؤوليه، لازم تسمع الكلام. رقم 6 تغليب المصلحه العامه. وكلمه مصلحه عامه دايما فكر في مصلحه الشركه، مصلحه الشركه مش مصلحتك انت بس، لا، انا دايما بفكر في مصلحه الشركه، ما بفكرش في نفسي، انا افكر في مصلحه الناس كلها. دي اسمها تغليب المصلحه العامه. كلمه شفافيه معناها الوضوح، ان انا اكون انسان واضح. الشفافيه معناها الوضوح. يعني ايه الوضوح يا مستر؟ يعني مثلا دلوقتي كل شهر اجيب الموظفين واقول لهم يا جماعه والله الشركه كسبت كذا، الشركه خسرت كذا، اكون واضح قدام الموظفين، يعني كل حاجه باينه قدام الموظفين، مفيش حاجه اخبيها عنهم. يبقى دي اسمها شفافيه. والمساواه ان انت تعامل كل الناس زي بعض، مفيش موظف احسن من التاني. كده خلصت لك الدرس الثالث، اخر درس بيتكلم عن القيم. والقيم نوعين، يا اما قيم ذاتيه نسبيه يا اما قيم موضوعيه مطلقه. كلمني في الاول عن النسبيه. يعني ايه اصلا كلمه نسبيه؟ كلمه نسبيه معناها متغيره. كلمه قيم نسبيه اكتب جنبها كده متغيره. مين اللي قال ان القيم متغيره؟ كونت ودوركهايم. هنبدا بس باول اتنين، كونت ودوركهايم. مين هو كونت ودوركهايم؟ قال لك ان القيم نسبيه تختلف من مجتمع الى مجتمع اخر. تعال بص كده على المجتمع المصري بتاعنا. هل البنت في المجتمع المصري ينفع مثلا تلبس لبس قصير جدا؟ لا طبعا ما ينفعش، صح كده؟ عشان عندنا عادات وتقاليد. يعني مثلا عندنا في مصر ما ينفعش البنت مثلا يكون لها بوي فريند يقول لك انا ماشيه مع صاحبي. لا طبعا، ده انت ممكن يذبحك فيها. كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ ولكن في المجتمع الامريكي البنت ممكن تصاحب واحد واثنين وثلاثه براحتها خالص. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها قيم نسبيه تختلف من مجتمع الى مجتمع اخر. بنتان ممل اتكلموا عن المصلحه. بنتان ممل قال لك انا بتاع مصلحتي، انا اهم حاجه عندي مصلحتي، وتوظف اي حد. انت مثلا داخل الامتحان وانت مش مذاكر خالص، بالنسبه لك الغش خير ولا شر؟ لا طبعا خير. مثلا انا عايز اغش عشان انجح واجيب مجموع عالي، يبقى معنى كده انت هنا فكرت في مصلحتك، مش مهم بقى الطريقه، اهم حاجه ان انا انجح واجيب مجموع عالي. ده بنتان ممل. قيم الموضوعيه المطلقه يعني قيم ثابته. عند مين بقى؟ عند اتنين، واحد اسمه ارسطو والتاني اسمه مسكوي، والاثنين قالوا حاجه واحده بس. ارسطو ومسكوي قالوا ان العقل هو اللي بيميز بين الخير والشر. انت مثلا دلوقتي لو فكرت بعقلك شويه، الصلاه بالنسبه لك خير ولا شر؟ اكيد خير، وكل الناس هتقول لك ان الصلاه خير. يبقى دي حاجه مطلقه ثابته عند الناس كلها. نفس الكلام برضو لو انا سالتك عن السرقه خير ولا شر؟ لا طبعا شر، كل الناس هتقول لك ان السرقه شر. يبقى معنى كده العقل هو دايما اللي بيحدد الخير وبيحدد الشر. هنتكلم عن القيم. عندي كام قيمه؟ عندي 4 قيم. رقم 1 اسمها البحث عن الحقيقه. تعالى كده نتكلم عن البحث عن الحقيقه. وكلمه البحث عن الحقيقه هي حب المعرفه. الانسان دايما عايز يعرف كل حاجه. الانسان من وهو صغير عايز يعرف كل حاجه. تلاقي الطفل الصغير يقول لك ايه ده وايه ده وايه ده، يسالك كتير قوي. ليه؟ عشان عايز يعرف معلومات اكتر. يبقى معنى كده كلمه بحث عن الحقيقه معناها حب المعرفه. بتحب تقرا كتير، بتحب تشتري كتب كتير، يبقى دي اسمها قيمه البحث عن الحقيقه. طب رقم 2 نظريات الحقيقه 3. نظريه اسمها التطابق، والثانيه اسمها الترابط، والثالثه اسمها البراجماتيه. كلمه تطابق معناها ان الشيء الحقيقي هو المطابق للواقع. فلو قلت لك مثلا دلوقتي ان الموبايل على الترابيزه وبصيت فعلا لقيت الموبايل على الترابيزه، يبقى انا كلامي كلام حقيقي. ليه؟ لانه مطابق للواقع، يعني ماشي مع الواقع. الثانيه اسمها الترابط، وكلمه ترابط معناها ان انت عندك مقدمات تؤدي الى نتيجه. عندي مقدمات تؤدي الى نتيجه. تعال نشرحها بشكل بسيط شويه. كلمه ترابط معناها ان انا عندي مقدمات هتوصل للنتيجه. خدنا الكلام ده قبل كده في المنطق، تعال كده نراجع عليه. انا عندي مثلا مقدمه، كل انسان فان، كل انسان هيموت، وسقراط كل انسان فان، وسقراط انسان، اذا سقراط فين. بص كده للمقدمات فوق، هتلاقي كلمه سقراط موجوده في المقدمات. انزل تحت في النتيجه هتلاقي كلمه سقراط برضو موجوده في النتيجه. ده كده اسمه ترابط. يعني ايه ترابط؟ يعني النتيجه جايه من المقدمات. النظريه الثالثه اسمها البراجماتيه. كلمه براجماتيه معناها ايه؟ كلمه براجماتيه معناها معيار الحقيقه
هو تحقيق النجاح. عملت مشروع كسبت فلوس كتير جدا، اسمها براجماتيه، ان انت اهم حاجه تنجح وتوصل اللي انت عايزه. الاستقلال معناها قدره الفرد على اتخاذ القرار دون تبعية الاخرين، ان انا صاحب القرار. صاحب القرار ازاي؟ انت مثلا دلوقتي قدامك تختار علمي او تختار ادبي، انت صاحب القرار، ما تخليش حد يضغط عليك. ما ينفعش بابا مثلا يقول لك اختار علمي، ماما تيجي تقول لك اختار ادبي، لا ما ينفعش، انت صاحب القرار، انت اللي تقرر. يبقى دي اسمها استقلال ذاتي. وقيمه الاستقلال ترتبط بالشعور بالحريه، ان انت حر في اتخاذ القرار. كلمه تسامح فكري معناها ايه؟ احترام الراي الاخر، ان انا انسان محترم، ان انا دايما بقبل راي الاخر. يعني مثلا انا عندي راي وانت عندك راي، ممكن نختلف بس نسمع بعض، ممكن نختلف بس من غير ما نضرب بعض ولا نشتم بعض ولا كمان نتخانق مع بعض. واحد اهلاوي واحد زملكاوي تلاقيهم ماسكين في خناق بعض وعمالين بيضربوا بعض، لا ما ينفعش. واحد مسلم واحد مسيحي تلاقيهم بيتخانقوا مع بعض، لا برضه ما ينفعش. لازم نكون متسامحين مع بعض، ده اسمه التسامح الفكري. وطبعا مهم للفرد يتحرر من التعصب، ما يبقاش انسان متعصب اللي هو اللي في دماغي في دماغي مش هغيره، لا خليك انسان متسامح كده، اقبل الراي الاخر. ويحقق الرقي والنضج، ان انت تبقى انسان راقي، انسان ناضج. طب بالنسبه للمجتمع قال التعايش بين الشعوب، كلنا عايشين مع بعض في المجتمع، مسلمين ومسيحيين وايد واحده واخوات ومفيش اي حاجه ما بيننا، ده اسمه التعايش بين الشعوب. وكمان بيحقق المصلحه العامه. اخر حاجه الحريه الانسانيه، وهي قدره الفرد على الاختيار، ان انت اللي في ايدك تختار الفعل او عدم اختياره. اختار مثلا النهارده اروح الدرس او ما اروحش الدرس، اختار اتفرج على الفيلم ده او اتفرج على المسلسل ده، يبقى انا بختار الحاجه اللي انا عايزها. اختار التيشيرت ده او اختار القميص ده، اختار الحاجه اللي انا بحبها، دي اسمها حريه. والحريه دايما مسؤوليه، انت عليك مسؤوليه، خلي بالك تتحمل مسؤوليه الفعل الذي تفعله، لازم تتحمل المسؤوليه في الاخر. انت مثلا دلوقتي بابا سايب لك الحريه، اعمل اللي انت عايزه، عايز تذاكر براحتك، مش عايز تذاكر برضه براحتك، بس انت في الاخر متحمل المسؤوليه. عشان كده قال لك ان الانسان لازم في الاخر يتحمل المسؤوليه. استخدام الانترنت، دي جزئيه سهله جدا بقى ناخدها مع بعض كده بشكل بسيط. ازاي ممكن استخدم النت؟ تستخدم النت رقم واحد احترام الاخرين، لازم تحترم الناس على الانترنت، ما ينفعش اشتم حد او اتريق على حد على النت. طب رقم اتنين تحري الصدق في الكتابه، دايما لما تكتب حاجه اتاكد منها كويس جدا، تحري الصدق في الكتابه. التاكد من صحه الاخبار، لسه بقول لك لازم تتاكد من صحه الخبر قبل ما تنشر اي خبر، لازم تتاكد منه. يبقى رقم 3 التاكد من صحه الخبر. رقم 4 ان تبدي نصيحتك في السر مش في العلن، ما ينفعش انصحك قدام الناس كلها، انا كده فضحتك. النصيحه دايما تكون في السر. طب رقم 5 ان تنسب الفضل لاهله. خدت قصيده مثلا من احمد مجدي، اكتب اسمي، دي اسمها ايه؟ اسمها ان تنسب الفضل لاهله. انا خدت معلومه مثلا من محمد، خدت معلومه من مصطفى، لازم اكتب اسمه، يبقى معنى كده ان تنسب الفضل لاهله. انسب دايما الفضل لاهله مش ليك انت. اخر حاجه ان تراعي قواعد الاملاء. الناس اللي بتكتب بقى كلمه ما شاء الله، بلاقيه كاتب لي كده ما شاء الله، طبعا غلط. فين قواعد الاملاء؟ ما شاء بالالف، ميم الف، مش ما شاء الله كده خالص. يبقى انت لازم تكتب الكلام صح على النت. كده احنا الحمد لله خلصنا مراجعه الفلسفه، ان شاء الله مستنيكم في مراجعه المنطق. اشوفكم على خير.